سما المصري اعلنت ان هي تابت خلاص، والكلام ده كان من فتره قريبه. وقالت ان انا خلاص عايزه ابعد عن اي حاجه تغضب ربنا سبحانه وتعالى. وكمان اعلنت على صفحتها ان هي عايزه وظيفه تكسب منها فلوس حلال، لان هي شايفه ان كل الدخل اللي كان بيجي لها قبل كده كان مش حلال، فهي عايزه وظيفه تكسب منها فلوس حلال. فالنهارده نزلت الصوره اللي انتوا شايفينها قدامكم دي على صفحتها، وقالت ان هي اشتغلت في شركه تسويق عقاري، وقالت ان هي اشتغلت في الشركه دي بمرتب 50,000 جنيه. آه، وكمان بدأت ان هي تسوق لبعض الشاليهات في الساحل الشمالي الخاصة بالشركة. الصراحة يعني ناس من ساعة ما سمعت الخبر قالوا يا رب تكون فعلا ان هي تابت. لو هي تابت فعلا كده ربنا يثبتها يا رب، وخطوة حلوة جدا ان هي تعمل كده. وفي ناس تانية شافت ان الراتب مبالغ فيه جدا، على اصلا ان شركة تسويق عقاري معروف ان العقارات او شركات التسويق العقاري بتكون معتمدة اكتر على عمولات مش على الرواتب. يعني دايما الناس اللي شغالة في العقارات او مجال العقارات بيكون ممكن تاخد رات ممكن تاخد عمولة كبيرة، لكن الراتب ده ان هو يكون راتب كبير ده بيبقى غريب شوية. ف ناس كتير جدا شايفة ان صاحب الشركة عمل كده عشان خاطر يبقى ترند، وعشان خاطر يبقى الاضواء متسلطة على الشركة بتاعته والحاجات دي كلها. فمش عارفين صراحة هل فعلا عامل كده عشان خاطر ترند او لا، الله اعلم. بس في كلتا الاحوال لو هي فعلا صادقة وعايزة فعلا تدور على فلوس حلال فربنا يثبتها. تعالوا نشوف كده مع بعض تعليقات الناس ايه، لان الخبر ده من ساعة ما نزل وهو منتشر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا. فتعالوا نشوف تعليقات الناس قالوا ايه. في ناس قالت على البركة ربنا يوفقها يا رب، ربنا يثبتك ان شاء الله، وكانوا فرحانين جدا جدا بيها. في ناس تانية قالت انا بصراحة مش مصدقاكي ولا مقتنعة بالتوبة اللي ما بين يوم وليلة دي، وعمالة تنزلي فيديوهات وتحاولي تجيبي مشاهدات، ده انتي بتصوري نفسك وانتي بتصلي. عموما ربنا يخيب ظني ويثبتك. هو حلو قوي الجملة الأخيرة، ربنا يخيب ظني ويثبتك، لأن الله أعلم بنيتها عاملة ازاي. ربنا فعلا يخيب ظننا كلنا يعني. في ناس تانية قالت لها اعتزلي كل حاجة حتى الإعلانات عشان خاطر نصدقك. وفي ناس تانية قالت لها سما المصري ده ولد بيقول سما المصري تاخد 50,000 جنيه والراجل ياخد 5000 جنيه. بص هي أرزاق، يعني محدش يقدر يتكلم في الرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى يعني، فكان هيجولها لو هو رزقها فربنا كان هيجيبولها بأي طريقة. وفي واحدة تانية قالت هو التسويق بياخدوله 50,000 جنيه، أصلا بيعتمد على العمولات. فعلا التسويق العقاري بيعتمد أكتر على العمولات. فراح رد عليها واحد قال لها والله عندنا واحد عمل من السمسرة ملايين في شهر. راحت ردت عليه قالت له تمام، باع وأخد عمولة مش مرتب 50,000 جنيه. يعني فعلا التسويق العقاري أو العقارات معروفة أكتر معتمدة على العمولات مش الراتب الشهري. بس هو برضو اكيد بنسبة كبيرة ان الشخص ده يعني بيديها المقابل ده عشان خاطر الدعاية اللي هي تعملها له. الاعلانات اللي هتعملها هتبقى منتشرة بشكل كبير جدا عن العقارات، فالمبلغ ده او المرتب ده مش مقابل الشغل قد مقابل الدعاية اللي هي تعمله لمجرد بس ان هي اشتغلت عنده اسمها معروف او مشهور، فده يعمله شهرة كبيرة جدا للشركة بتاعته. فقولوا لنا رأيكم ايه في الموضوع، اكتبوا لنا في الكومنتات.